ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفتي النهارده اقتصاديه جدا وعلى قد ايدينا. النهارده هنعمل مع بعض حله كوسه بالبطاطس بدون لحوم، وصفه اخر الشهر. وصفه بقى اقتصاديه وسهله وطعمها زي العسل. قبل بقى ما نبدا الفيديو ونشوف الطريقه ايه هي، لو بتشوفوني اول مره لايك وشير واشتراك في القناه لو الفيديو عجبكم. نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا الفيديو بتاعنا. في حله على النار عندي اي ماده دهنيه، سمنه او زيت، سمنه على زيت زي ما تحبوا، الموجود مشروبي. بصلايه كبيره مفرومه ناعم وعليها رشه من الملح. هقلب البصلايه مع الملح كويس جدا، وهسيب البصلايه دي لحد ما تدبل، بس اهم حاجه ما تاخدش لون. بعد بقى ما البصلايه دبلت هبتدي انزل بالكوسه والبطاطس اللي انا مقطعاها مكعبات. هنا طبعا ما نزلتش بعصير الطماطم، لا انا بحب انزل بالخضار الاول. تمام. الكميه على حسب ما انت عايزه. هبتدي انزل بملح، فلفل اسود، كزبره ناشفه، رشه من البابريكا، كمان فصين توم مهروسين. هنا بقى التشويحه دي بتدي طعم تحفه جدا للخضار ايا كان ايه هو الخضار. تمام. وريحه كمان خطيره بتبقى، يعني فص التوم بقى مع التوابل مع البصل بيدي ريحه خطيره بجد يا بنات. جربوا الطريقه دي ان شاء الله هتعجبكم. بعد كده نزلت بكوبايه عصير طماطم. نقلب بقى كله مع بعض ونهدي النار ونسيب بقى الطماطم مع الخضار تتسبك كويس جدا قبل ما اضيف اي حاجه تانية. اتاكدت خلاص ان هي اتسبكت، هبتدي انزل بكوبايه واحده بس صغيره كده من الشوربه او الميه، على حسب. لو كان عندك شوربه تقدري تمشي بيها، لو ما عندكيش كوبايه ميه وهتبقى زي العسل. تمام. قلبت بقى وسبتها لحد ما تستوي. بلاش نكتر شوربه او ميه عشان الكوسه فيها سوائل، هتبتدي تنزل السوائل بتاعتها. ايه رايكم يا بنات؟ بس كده وصفتنا خلصت. شايفين شكلها ازاي؟ ما شاء الله زي العسل. جنب رز ابيض، رز بشعريه مخلل بقى وعيش، واحلى غدوه في الدنيا. كمان تقدروا تحطوها في صينيه وتحطوها في الفرن بقى تاخد لون كده من فوق، ورغيفين عيش وحبة مخلل، وألف هنا على قلوبكم يا رب. لو الطريقة عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.